بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معلش غبت عليكم شويه كده، معلش كان عندي ظروف. بتمنى بس منكم، اطلب منكم طلب. يعني بعد اذنكم، بيقولوا دعاء 40 واحد غريب مستجاب باذن الله. فانا ارجو منكم ان انتوا تدعوا لاخويا بالشفاء العاجل، ربنا يشفيه ويعافيه ويخليه لولاده يا رب. وشكرا ليكم جدا جدا اخواتي واحبابي في الله. ندخل بقى في الموضوع. ازاي نخلي 20 جنيه تبقى 2000 جنيه بإذن الله تعالى، أو ب20 ألف جنيه، أو 200 ألف جنيه؟ ايه اللي انت بتقولي ده يا عزة؟ ده اللي انت بتقولي ده في الأحلام ولا ايه؟ لا والله أنا مش بقول في الأحلام ولا حاجة، بقول في الحقيقة. وهنشوف إن شاء الله النهاردة مع بعض 7 خطوات ازاي تكوني من أغنى الأغنياء. أقسم بالله العلي العظيم ده حصل بالفعل لصديقة ليا وأخت عزيزة ليا جدا جدا. وهقول لكم ايه السبب في ان خلتها 20 جنيه تبقى آه معاها كل الفلوس اللي انتوا شايفينها دي. تمام. بس يعني قبل ما نبدأ الفيديو، نصلي على حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. اهم حاجه من الفيديو ده، تابعوني بس لاخر الفيديو بالله عليكم، عشان نشوف ال7 خطوات دول ازاي الواحد يبقى ثري. وفي الوقت والظروف اللي احنا بنمر بيها، بالذات الظروف الاقتصاديه بتبقى صعبه جدا على كل الناس. بس ان شاء الله مش هتبقى في حاجه صعبه طول ما احنا بنعتمد على الله، بنتوكل على الله باذن الله تعالى. كل امورنا هتتيسر باذن الله. وتفائلوا بالخير تجدوه. حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب ان هو بيتفائل جدا، بيحب التفاؤل، وبيكره التشاؤم جدا عليه افضل الصلاه والسلام. وقال في حديثه الكريم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. دايما ندي لنفسنا حتى لو كنا في اصعب الظروف يا حبايب قلبي، لو كنا في اصعب الظروف لازم ن يعني شوفوا، يعني ما تخلوش اي حاجه في الدنيا تحبطكم. هتقولوا الدنيا غاليه، الاسعار غاليه، مش عارفين نعيش، مش عارفين. كل ما هتقولوا مش عارفين مش عارفين مش عارفين كل الكلام ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: خذوا اقداركم من افواهكم. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني اللي انتوا بتقولوه هو اللي هتشوفوه. تمام. ان قلت خير فهو خير، وان قلت شر فهو شر. فدايما تتفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله. عشان كده بقول لكم في اصعب الظروف تقولوا الحمد لله. احنا ان شاء الله هنمر من كل الكلام ده كله، وهي ان شاء الله هتبقى على ابواب مفتحه من الرزق الواسع، من النجاحات، من كل اللي انتوا بتتمنوه او انتوا عايزينه. تمام كده. اول يعني خطوات ال7 النهارده مهمين جدا جدا. تابعوني بس في اخر الفيديو عشان تعرفوا توصلوا اللي بيتمنى حاجه، او اللي عنده اي حاجه عاوز يعملها، او مثلا مش عاوز يعملها. ست بيت مثلا تقول لك: انا هعمل ايه؟ انا كفايه عليا شغل البيت، وكفايه عليا شغل الاولاد، والضغوط الظروف اللي احنا بتمر بيها كل ست بيت. طيب، في ستات كتير قوي ما بتحبش تطلع تشتغل، ما عندهاش بمعنى اصح طموح، ما عندهاش ان هي عايزه بس ايه، يا دوبك تاكل وتشرب وتاكل العيال وتقول الحمد لله. بس في ستات كتير، وانا من ضمنهم اختكم ان شاء الله. يعني تابعوا نصايح ماما عزه ان شاء الله، يعني هتستفادوا منها كتير ان شاء الله. بس بتمنى ان انتوا بالله عليكم، يعني ان قناه جديده، القناه بتاعتي جديده لسه، بقول يا هادي الهدى يا رب. وانا معتمد على الله، متفائله خير ان شاء الله. وعندي حسن ظن بالله ان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنجح باذن الله، لان انا بسعى وكلنا لازم نسعى مع اخذ الاسباب والاعتبارات في النجاحات، في الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. تمام. ان شاء الله. آم يعني كل ست بيت اللي هي عندها طموح او عندها هدف معين عايزه تحققه، هقول لكم ازاي ال7 خطوات دول اللي احنا يعني هنتعرف عليهم في الفيديو هتفيدكم جدا. وكمان ست البيت اللي هي عايزه تقعد او تحوش يعني جزء يا حبيبه قلبي من مصروف البيت، عشان يبقى مثلا تجيب بيها حته دهب تشيلها لاولادها لما يكبروا، تعرف تجوزهم، تشيلها لوقت عوزه. تمام كده. على رأي والدتي الله يرحمها، يا بنتي كانت دايما تقول لي: يا بنتي شيلي، عشان كنت مسرفة زمان، يا بنتي شيلي القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود. ربنا يجعل ايامنا كلها بيضة وهنا وسعادة وفرح ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمكم في اولادكم، ويكرمنا كلنا في اولادنا يا رب، ويحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. تمام كده. اول خطوة ان شاء الله، اول خطوة ان شاء الله هنعرفها في الفيديو لطريق
النجاح اول حاجه الصدقه. تمام. الصدقه ثم الصدقه ثم الصدقه. يعني هفضل اقول لهم حدث ولا حرج. الصدقه دي يا جماعه اقسم بالله العلي العظيم. بصوا، شايفين البطرمان ده فيه ايه؟ في زي ما انتم شايفين كده في جنيهات فضه. تمام، جنيهات فضه. انا بعمل بالجنيهات. انا طبعا اول فيديو كنت عامله ازازه اللي هي زي ازازه الميه الصغيره، وكنت محوشه فيها جنيهات الفضه. تمام. الحمد لله رب العالمين اتملت وعرفتكم في الفيديو. ان شاء الله اللي عاوز يرجع بقى خشوا الاول فيديو وتاني فيديو، برضه هتستفادوا كتير. البطرمان ده انا بشيله لحاجات كتير. بشيله لصدقه، بشيله ليوم ما يكونش معايا فلوس، محتاجه اجيب منه حاجه خلصت مني ومش يعني ما معيش فلوس خالص. بتحصل لنا كلنا، وبضطر ان انا اجيب منها. محتاج يعني ازازه زيت، بحتاج كيس ملح، بحتاج اي حاجه انا محتاجاها وعايزاها وبصيت ما لقيتهاش موجوده في البيت وانا معيش فلوس، او المرتب بتاعي ما معيش، او زوجي مثلا على ارزقي على باب الله بيقبض باليوميه، وبيجي يديني اليوميه. في زوج بيدي لزوجته 50 جنيه 100 جنيه ايا كان اللي هو بيديهولها، وخلصت الفلوس ومعاش فلوس. فتجيب من جالك ضيف على فجأة وعايز تقدمي له اي حاجه وانت ما عندكيش حاجه خالص، بنجيب من دوت. هقول لك هنجيب بيه ايه. تمام. جالك ضيف على فجأة وما عندكيش اي حاجه تقدميها، هقول لك تجيبي من الفلوس دي ايه. اول حاجه اللي هي الصدقه، هنطلع منها الصدقه. تمام. الصدقه دي ما نقص مال من صدقه. الصدقه الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. تمام. فتخيلوا بقى ان الجنيه اللي انت هتطلعيه او ال5 جنيه اللي انت هتطلعيها ربنا هيضعفها لك لغايه 500 جنيه. وشوفي بقى 700 دفع بكام؟ يعني سبحان الله، طلعتي 10 جنيه هتبقى باذن الله 100 جنيه. طلعتي 100 جنيه هتبقى 1000 جنيه. طلعتي 1000 جنيه هتبقى 10 آلاف 100 ألف. ربنا يبارك وإن شاء الله ربنا يعني يعينكم جميعا على الصدقات. تمام. وخصوصا الأيام دي لازم تطلعي صدقة. لو مش هتطلعي يعني عودي نفسك انت بتطلعي وانت خارجة رايحة السوق، تطلعي الصدقة لحد محتاج. دي أول حاجة، أول خطوة عن خطوات النجاح هي الصدقة يا جماعة، الصدقة. تمام. يبقى احنا كده عرفنا اول خطوة هي الصدقة. تاني خطوة هي ايه يا حبايب قلبي؟ اول حاجة طبعا ربنا امرنا بيها هي الصلاة. الصلاة والتقوى، لان سبحان الله الصلاة دي هي اللي بصوا بتيسر لنا كل امر عسير. الصلاة لو احنا حافظنا على الفرائض الخمسة يعني ربنا يكرمنا اخر كرم. والله العظيم صدقوني اللي انا بقوله لكم ده، دي خطوات يعني بجد يعني يعني انا مريت بيها في حياتي، تجربة شخصية وتجربة للي حواليا. والله العظيم اقسم بالله ان الصلاة فعلا بتحافظ على، بتكتر المال، بتبارك في المال، بتبارك في الاولاد، بتبارك في الوقت، بتبارك في الصحة، بتبارك في كل حاجة. فتخيلي ان انت بتعملي صدقه وبتأدي الفرائض الخمسه اللي عليكي، والله ربنا كرمك وكترتي وعملتي السنن يا خير وبركه. يا سلام على الرضا اللي ربنا هيكرمنا بيه. عملتي نوافل يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا قد ايه ربنا واعرفوا من علامات رضا ربنا على الانسان ان هو ماشي في الاتجاه السليم ده. تمام. زي ما ربنا قال لنا وامرنا احنا بنطيعه ونقول الحمد لله في كل وقت. ودايما عشان اقول لك ربنا يعينك على الصلاه، في ناس بتصلي وتقطع، لا قولي دايما بعد كل فرض صلاه انت بتصلي قولي الدعاء ده: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اناء الليل واطراف النهار. اقسم بالله العلي العظيم ربنا هيعينك. ربنا حتى لو وراكي 100 شغلانه، حتى لو وراكي ايه ربنا هيعينك. دي تاني خطوه. تالت خطوه يا حبايب قلبي ان شاء الله النهارده من خطوات النجاح و يعني نماء الفلوس او الاستثمار، المتاجره مع ربنا. هنتاجر مع ربنا ازاي بقى يا حبايب قلبي؟ انت لقيتي حد في زنقه زي ما انا قلت لكم البطرمان ده هنحوش فيه، اتملى البطرمان ده وما احتجتيش منه خليه. عاوزه بقى تصححيه صحيح، شوفي بقى بيبقوا كام، 100 200 300 الف، اي الارقام اللي انت وتنسيه خالص. يعني اي فكه من السوق تيجي تحطيها على طول فورا في البطرمان ده او في الازازه. تمام. هتفضلي تجمعي مبلغ على مبلغ على مبلغ وتشيليه على جنب لوقت عوزة. تمام كده. المبلغ دوت يا جماعة هنقول نتاجر مع الله. لو لقينا حد مريض او حد مش حد يعني حد محتاج فلوس وحد تعبان، حد معهوش يشتري شريط برشام، حد معهوش اي حاجة، ده من ضمن ان انت بتفك كرب مسلم. فك
كرب اختك او في كرب اختك المسلمه او جارتك، وتتاكدي طبعا ان هي معهاش فلوس، وتحاولي ان انت تجيبي لها شريط برشام الناقص ده، او تساعدي في ان هي لو حد هيعمل عمليه. فانت هنا بنيه ان انت بتتاجري مع ربنا سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله تعالى. فهنا بنتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، شوفي بقى ربنا هيكرمك بقد ايه. يعني ربنا يحوش عنك امراض، ربنا يحوش عنك ابتلاءات. سبحان الله. الصدقه والمتاجره التجاره مع ربنا دي تجاره ربح باذن الله. يبقى الصدقه اللي انا بقولها لكم اللي احنا بنطلعها حاجه كده لله، دي غير ان احنا بنعمل اي حاجه نساعد اي حد يكون محتاج فعلا، او في ازمه او في كرب او في اي حاجه. دي احنا بنسميها تجاره مع ربنا وتجاره رابحه ان شاء الله. رابع خطوه من خطواتنا النهارده ان شاء الله، ان احنا بقى كسيدات بيوت طبعا احنا شاطرين تمام. احنا بنشيل قرش كل فترة، هنشيلهم على جنب، ما نجيش ناحيتهم طبعا بخلاف ظروف البيت، مصاريف البيت. هنخلي مصاريف البيت لوحدها، ونشيل القرش اللي احنا بنشيله كل شهر او كل يوم، كل واحد على حسب ظروفه هنشيله على جنب، ندخل بيه حته الجمعيه. دخلنا شلنا 100 جنيه هندخل بيها هنقبضها 1000 جنيه، شلنا 1000 جنيه في الشهر ندخل جمعية هنقبضها 10000 جنيه، أو لو كانت 20 اسم هنقبضها 20000 جنيه. فبالتالي انت هيبقى معاكي مبلغ كبير من المال في خلال 10 شهور. يعني قبل ما تعدي عليك السنة هيبقى معاكي مبلغ كبير. المبلغ الكبير ده عايزة تروحي تجيبي بيه بقى دهب، عايزة تحوشيه، عايزة تروحي تشتري بيه اللي نفسك فيه، عايزة تغير انتريه، محتاجة تلاجة جديدة، محتاجة أي حاجة، عايزة تشيليهم في البوسطة أو في البنك، تحطي 20 على 10 على 10 على 10 لغاية ما يبقى معاكي 100 ألف جنيه أو أكتر، ربنا يبارك يا رب. يبقى ده خطوة حلوة جدا. تمام. خامس خطوة يا حبايب قلبي هو إن احنا السيدات البيوت، أنا بحب بس أنوه عن النقطة دي، ان احنا لما نروح نشتري حاجه نشتري اللي احنا محتاجينه فقط، ما نروحش نجري على كل العروض. كل العروض دي بتخرب بيتنا صدقوني والله العظيم. فلازم اللي انت محتاجاه بس تشتريه. سادس خطوه ان شاء الله، ان احنا لما نلاقي الحاجه رخصت دلوقتي جدا، زي ايه بقى؟ البطاطس رخصت جدا، اقسم بالله العلي العظيم النهارده انا جايباها ب5 جنيه، اقسم بالله العلي العظيم. وبطاطس تحمير كمان، هي مش كبيره، هي وسط تمام. جايبه ب5 جنيه الطماطم، جايبه الطماطم الكيلو ونص ب10 جنيه، الكيلو ونص تمام. وزي الفل وتفاح كده وحاجه كده عظمه تمام. فاحنا لما نلاقي الطماطم ترخص، الشهر اللي فات واخدين بالكم كانت الكيلو ب35 جنيه، اقسم بالله ما كانتش حلوه تمام كده. يبقى دي ادي نقطة ان احنا لا ننتهز فرصة ان حاجة لما ترخص نجيب منها. تجيب البطاطس وتشيليها، تجيبي 5 6 كيلو بطاطس، تشيل 2 كيلو متقشرين كده وتقطعيهم وتفرزنيهم، وابقى اقول لكم ان نفرزنهم بالطريقة الصحيحة ازاي، طريقتها سهلة جدا. بدل ما نشتريها واحنا داخل علينا كل سنة وانتم طيبين، الشهر الجاي رجب، داخل علينا بقى مواسم ورمضان، فمش عايزين نشتري الحاجات دي. الطماطم رخيصة هنجيبها ونعملها صلصة ونحطها في الديب فريزر معانا تمام. يبقى احنا كده بنجيب الحاجة وهي رخيصة جدا، فبتوفر علينا لما بتكون في الاوقات اللي هي غاليه جدا. فاحنا بالتالي الاوقات اللي تكون غاليه فيها هنشيل او يعني مش هنصرف كتير، وهنخلي المصاريف بتاعتنا للحوم والاسماك فقط لا غير تمام. طبعا الخضار دلوقتي رخيص، هنجيب الكوسه رخيصه والطماطم رخيصه والبطاطس رخيصه والرز كمان رخيص الحمد لله. انا جايبه كيلو 20 جنيه، في ب 22 جنيه، في ب 24 جنيه، انا جبت من 24 جنيه كله رز، كله هيستوي مش هنقول لا تمام كده. وربنا ييسر لنا الامر. سابع خطوه يا حبايب قلبي بقى ان احنا ان شاء الله ان احنا كده نتقي الله، وكل زوجه تعامل ولادها وتعلمهم ازاي ان احنا نعمل الخير مع الناس، وازاي ان احنا نحافظ على قرشنا، وازاي ان احنا مش كل قرش يجيلنا نروح نصرفه البعزاء عمال على الفاضي ملهاش داعي. نفهم ولادنا لو كان معانا بنات متجوزين ما نفهمش ان كل حاجه يروحوا يشتروها، مش كل حاجه كل لما جوزك نفهم كده بنتنا المتجوزه، نفهم مش كل حاجه جوزك هيديكي فلوسك تروحي تبعزقيها في شويه حاجات ملهمش لازمه. خلي بالكم من القرش، القرش النهارده معانا بكره ما يبقاش معانا، فهميهم وعيهم. التوعيه مهمه جدا لاولادنا تمام. القصه اللي انا كنت عايزه اقولها لكم النهارده ان شاء الله هي قصه اخت ليا، كانت على طول الحمد لله رب العالمين هي ملتزمه جدا وبتتصدق كتير. يعني انا لما اكون خارجه معاها بلاقيها ما شاء الله تتصدق من غير طبعا ما اعرف هي كام، هي بتاخد الفلوس كده وتديها كده بحيث ايديها يعني بتدي بايد اليمين، ايديها الشمال ما تشوفش ايديها اليمين،
هي اعطت كام، دي اسمها صدقه مخفيه، دي ربنا بيحبها جدا. تمام. كنت الاقيها بتتصدق كتير جدا 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 جدا، وهي ملتزمه جدا في الصلاه، ملتزمه في الورد القراني بتاعها، في قراءه القران ما شاء الله عليها. وكانت اي حد في كرب كان سبحان الله رب العالمين، كان اقسم بالله يعني هي شغاله موظفه عاديه، بس هي ملتزمه وبتتاجر مع ربنا وبتحافظ على مواعيد صلواتها، وكل الحاجه والاداء اللي هي والصدقات بتاعتها بتطلعها بسم الله ما شاء الله بكثره جدا. فربنا كرمها اخر كرم، يعني الفلوس دي ما كانتش بتتقطع من جيبها. ربنا كرمها دخلت جمعيه، في جمعيه، عشان كده بقول لكم خشوا جمعيه. دخلت جمعيه صغيره وبعدين دخلت جمعيه كبيره، ما بقى ربنا كرمها وبقى معاها مبلغ كبير جدا من المال. جابت عربيه وجابت شقه تمليك، ما شاء الله ربنا يزيدها ويبارك فيها يا رب. بقت برضو بتتصدق، هو ده اساس الغنى واساس الثراء. تمام. الصدقه يا جماعه، وعلى قد ما هتدي ربنا هيديكي اكتر ما هتدي، اضعاف اضعاف الى 700 ضعف، سبحان الله تعالى. تمام. ان احنا يكون عندنا يقين ان ربنا يكرمنا. انا ربنا سبحانه وتعالى في حديثه القدسي قال: انا عند حسن ظن عبدي بي، فان كان خيرا فاذا ظن بي خيرا فكان خيرا، واذا ظن بي شر فكان شرا. فيا جماعه اتوكلوا على الله واعتمدوا على الله واتبعوا السبع خطوات دول، ان شاء الله ربنا هيكرمكم كلكم وتحققوا كل نفسكم فيه. وربنا ان شاء الله يعني بجد يعني واهم حاجه تحافظوا على البطرمان ده عشان ربنا يكرمنا بكل الفلوس دي. فاهمين يعني؟ يعني بجد 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 ربنا يكرمنا ويوسع علينا ان شاء الله. وتفائلوا بالخير تجدوه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش اهم حاجه بالله عليكم ان انتوا تعملوا لي لايك بالله عليكم، وتكتبوا لي كومنت صغير كده يسعدني يفرح قلبي، وتقولوا لي ايه رايكم في كلامكم. وان شاء الله هقول لكم كل مره اختي طلبت مني ان انت تقولي لنا قصه حقيقيه، وانا قلت لكم النهارده قصه حقيقيه. تابعوني وما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتدوسوا على زر الجرس الكل، وكمان تعملوا لي كومنت صغير، واهم حاجه اللايك بالله عليكم. اتمنى ان انا اكون فدتكم ولو ب10%. بحبكم كلكم في الله. ان شاء الله نلتقي مع بعض في فيديو جديد مفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.